السلام عليكم حبايبي الحلوين. النهارده جايلكوا باكلة التراث المصري. طبعا انتوا شايفينه بيتكلم عن نفسه، طبق الكشري بتاعنا اللي بالكبده العظيم، ومعايا الورد الجميل. طبعا الورد دوت بالبصل مسمينه ورد بتاع الكشري. وطبعا طماطم قمر وشكلها جميل ازاي. هقولك ليه، بسبب التكايه بتاعت نواد الرز المفلفل بتاع عم عبد الغفور برعي في مسلسل فاطمه الكشري. والمكرونه عامله ازاي، تعالوا نشوفوا ايه الدنيا. معانا طماطم، ومعايا شعريه، ومعايا مكرونه سباكيتي، ومكرونه مرمريه، ومعانا بصل جوليان، ومكعبات بنجر، وطماطم، وفلفل احمر، وطبعا الخل والليمون الخل والثوم. ومعايا هنا الميه على النار بتاعت المكرونه بسرعه على السريع علشان ننجز. ومعايا الحله بتاعت العدس اهي برضو، حطيت الميه على النار وديتهم بعيد كده، دولت مش عايزاهم دلوقتي. نيجي نشتغل على الرز يا حبايبي. بحط حبة زيت، واروح جايه نازله بالشعريه، احمرها زي ما بشوفها في المحل بالظبط. اللون دوت هو ده اللون اللي انا بقى بنشوفوه. وانزل كده بالرز، وبروح جايه مديله تشويحه. الرز بتاع اي رز، القاعده بتاعتنا لازم تديله تشويحه يبقى معاكي مفرفر. معلقه ملح، وانزل بالميه السخنه. الميه السخنه ديت، الميه دي قد الرز، يعني عيار الميه عيار الرز. وغطيت الحله ورجعت للمكرونه. بنزل بالمكرونه المرمريه علشان المكرونه المرمريه بتاخد سوا عن الاسباجيتي. كده نزلت بالمكرونه الاسباجيتي، وحطيت الملح بتاع العدس وهو داخل على السوا، مش في الاول يا جماعه. وبديله سيكه كده، ما اللي هو ما يبقاش معجن. زي ما انتوا شايفين المكرونه بتاعتي اهيت على الحنفيه، ونزلت بيها على الحوضه اهيت. وانا معايا المصفى ديت بالرجول، اللي هي هتصفي معايا المكرونه بسرعه بتاعتي علشان ما تعجنش مني زي ما انتوا شايفين. شايفين المكرونه مفرفره ليه؟ علشان انا حاطه لها حله كبيره، وحاطه لها حبه ميه مغطياها بميه كتير، علشان كده تديني النتيجه دي. وارجع تاني الرز زي ما انتوا شايفينه اهوت مفرفر ليه؟ زي ما قلت لكم عشان احنا شوحناه قبل ما نحط الميه السخنه. وبسيبه يتهوى زي برضك ما قال عم عبد الغفور في المسلسل، ان انت تسيب الرز يتهوى شويه. وجبت حله فاضيه ونزلت بالمكرونه بعد ما اتصفت كده زي ما انتوا شايفين. واروح جايه حاطه لها حبه زيت، وحاطه لها حبه ملح وحبه كمون وبهراها يعني، وقلبتها زي ما انتوا شايفين كده اهوت. واروح جايه نازله بالعدس. شوف العدس عامل ازاي، بيتكلم عن نفسه صراحه. العدسيه بعد واحده بوحدتها. انا مش عاوزه عدس معجن، انا يعني ما تسهيش على العدس، تسيبي فيه كسره بسيطه كده، يعني يبقى مستوي بس فيه تكايه كده صغيره. وادي الرز اهو اتهوى اهوت. هروح جايه مغطيه بقى الحلتين دولت، ونشوف هنعمل ايه. معانا الطماطم القمر دي زي ما انتوا شايفين عاملاها ازاي، مقطعاها زي علامه الزائد. وحطيت فصين توم، وحطيت المكعبات بتاعتي البنجر. وانا بسلق الطماطم قلت اعمل معاكم الكفر بتاع البصل بتاعي. الكفر بتاعي دقيق ونشا، دقيق ونشا. وزي ما انتوا شايفين حطيت معلقه ملح اهي لحد ما الطماطم استوت والقشره بقت تطلع من الطماطميه بكل سهوله. اروح جايه ضربها يا حبايبي في الخلاط. وادي بعد ما ضربتها اهي رجعتها في الحله، وهنحط لها السر بتاعنا اللي احنا كان معانا كيلو طماطم، خلي بالكم، بس احنا عشان زودناه ميه. ومعانا البنجر ادينا لون زي ما هو. والاحتجام معلقه نشا يدوبها في حبه ميه ونزلت بيها ليه؟ عشان تديني تقل بسرعه. الفلفل ده ضربته عشان يديني زي المحل بالظبط. انت مش بتشوف المحل فيه ازازه حمراء بتاعت الميه الشطه، وازازه الدقه. ليه بقى؟ عشان في عيال بتبقى مش بتحب، الاطفال ما بتحبش الحراق. انت كده بتتحكم في الحرقيه بتاعت الكشري. شايفين عامله ازاي الطماطم؟ شايفين اللون بتاعها مش باين اللي هو كأنه كان محطوط عليه بنجر. ورحت جايه منزلاها، حكمتها في اللبانه دي عشان ما تدينيش كركبه مواعين. ومعايا الدقه بتاعتي اهي، نزلت بالزيت. وكان معايا التوم دقيته بكزبره ناشفه، كزبره ناشفه.
في المرحلة دي يا حبايبي انا مش عايزة ولا اعمله على الني ولا على البوتاجاز، يعني ايه، اديله تشويحة صغيرة. ليه؟ عشان ما تعمليش حرقان، ما بعد ما اكل الطبق بتاعي ما احسش اللي فيه حرقان. التوم اهوت ما مش بحمره، بس بديله تتبيله كده على النار، وانزل برضك بالخل بتاعي. انا الخل بتاعي ده خفيف، انت ممكن لو انت عندك خل خام بتزوديه ميه. وادي عندي الازازتين زي ما انت بتشوفيهم في المحل. والبصل بتاعي اهوت نزلت منه دقيق زياده وحبه زيت اهي. انا اخترت الحله الصغيره، ما رضيتش اعمل في طاسه عشان ايه، كميه الزيت تبقى ايه قليله، في نفس الوقت تحمرهولي بسرعه. بنزل بمعلقه بمعلقه علشان يتحمر بسرعه اهو. بعلي النار في الاول، بعد كده اما الاقيه هيخش في الحمار اروح جايه مهديه النار علشان ما يتحرقش مني. ايديك على طول شغاله فيه، ما بتسيبهوش ولا تروحي في حته، انت واقفه بتحمري البصل دوت اللي هو الورد ده، ما بتروحيش في حته خالص. اقعدي قلبي فيه كده اهو. المعلقه دي كمان بتصفي معايا البصله، ما هي معلقه وصفايه. شايفين اللون عامل ازاي؟ هو ده اللون اللي انا عايزاه. وانزل تاني بالمعلقه اللي بعديها، او عليت النار اهو ونزلت بيه، اديته صدمه وبعد كده نزلت. وادي المعلقه اللي بعديها. كل دوت انا ما حطيتش والله زيت خالص غير الحبه اللي انتوا شفتوها. ليه؟ النشا ما بتخلوش يشرب زيت. شايفين عامل ازاي؟ هو والله عمال يخبط وشكله جميل جدا، يعني شكله مغري. وادي بص الاكله بتاعتنا خلصت، الرز العدس كله خلص. وبألف هنا وشفا. لو انت وصلت لحد هنا وشفت الطبق بتاعنا ده وعجبك، ياريت تعملي اشتراك في القناه وتفعلي زر الجرس يوصلك كل جديد. وخلص الكلام، سلام. قفلت. ايه ده؟ اه